19 ريال فقط هي من أودت بحياة صلاح التاج، وتم قتله على 19 ريال، وهي قيمة أنبوبة من الغاز. الإخوان اللي قتلوه كان يطبخوا عنده في الكاونتر، كان معاهم هم يشتغلوا في كسارة، وكان الأخ صلاح التاج ميكانيكي، و يعني كذا مرة ما يرضوا يدفعوا معه ولا شيء، ويستهبلوا ويستقوا عليه. هذا ما وصلنا من هذا الكلام. وعندما طالبهم جوهم بيقطعوا لطبخ فاصوليا بالبيض، جاي طالبهم بقيمة الأنبوبة، رفضوا واستهبلوا، وكان في أيديهم السكاكين، فتم طعنه في يده، والثاني طعنه في قلبه، وأودت بحياته. يعني شوفوا قمة النذالة، انهم فوق ما انه يسمح لهم ويطبخ وكذا، يستقوا عليه ويهينوا وما يدفعوا معه، وفوق هذا قتلوه. لا حول ولا قوة الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. القصاص ما في غيره، يستحقون الصراحة القصاص.